ازيكم عاملين ايه؟ يلا بينا نعمل مع بعض احلى دارت شوكولاته ممكن تجربوه، واحلى من بره ما بنشتريه بالظبط. بصوا الحلاوه، شايفين القوام بتاعه والطعم تحفه. معانا هنا 4 كوبايات من اللبن، ننزل بيهم كده في حله. هننزل معاهم ب4 كوبايات، ب4 معالق من النشا. كمان هننزل عليهم ب4 معالق من السكر او حسب الرغبة، لو حد بيحبه بسكر عن كده ممكن ينزل كمية سكر اكتر يعني، زي ما هو حابب. بعدين هنبدأ هنا معانا الكاكاو الخام، هننزل ب4 معالق برضو، يعني كل حاجة بالمقدار بتاعها. كل حاجة كل معلقة الكوباية اللبن معلقة سكر معلقة كاكاو، زي او حسب الرغبة زي ما احنا عايزين. لو عايزين تزودوا الكاكاو برضو بس هيبقى تقيل شوية. هنبدأ بقى نقلبهم كده مع بعض كلهم، ندوبهم لحد ما الكاكاو يدوب خالص كده في اللبن مع النشا. وطبعا احنا مخلين النار متوسطة، لا عالية قوي ولا باردة قوي يعني. هنبدأ كده نخليهم يتمكسوا مع بعض كويس زي ما احنا شايفين كده. هنا القوام بتاعي بدأ ان هو ايه يعني يبقى تقيل سنة بسيطة مش كتير. هنكمل تقليب تقليب زي ما احنا شايفين كده. القوام بدأ يتقل معانا. ايوه، حتة سلو موشن بقى كده نشوف القوام وهو بيتقل. بعدين هنا هيبدأ بقى ان هو يتخن معايا وكده. القوام اللي انا عايزاه مظبوط، هبدأ بقى ان انا ايه اطفي النار عليه زي ما احنا شايفين كده، وابدأ اصبه في الكاسات. هنصبه واحدة واحدة كده في الكاس. وبعدين معانا هنا بعد ما نصبه هنحطه على الفوق. انا كان عندي نوتيلا وشوكولاتة سيحتهم مع بعض، وبعد ما صبيت النوتيلا بعد ما صبيت الدانيت حطيت الوش من فوق كده نوتيلا عليه، يبقى طبقتين. ورشيت عليهم كمان شوية من السبرينكلز. لو مش موجودين عندكم مفيش مشكلة، انتوا ممكن برضو تسيحوها، تسيحوا شوكولاتة عادية مع شوية دانت في الاخر، وبعدين تحطوهم على الوش برضو. بصوا بقى هنا خلصنا. انا عايزة اقول لكم ان طعمه كان تحفة اكتر من تحفة، وطعمه زي المحلات بالظبط. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. بحبكم جدا، واستنوني في فيديو جديد وصفة جديدة ان شاء الله.